السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهاردة هنعمل اكلة عزيزة جدا على قلبي. ماما الله يرحمها كانت بتعملها لنا، صينية بطاطس بيضة بالفراخ ومعاها رز معمر. تمام، تعالوا يلا نشوف انا عملتها ازاي. هي سهلة جدا وخفيفة جدا. بسم الله. هنعمل الاول الرز المعمر. عندي كده نص كيلو من الرز البلدي، وهحط عليه نص كيلو من اللبن الجاموسي الفلاحي. هدوب كده في اللبن وهو طبعا مغلي. احط له معلقه من الملح ومعلقه من السكر. انا بحط سكر على الرز المعمر. وهحط له معلقه كبيره من القشطه ومعلقه من السمنه البلدي. وكمان هحط له معلقتين من الزيت. ولو الرز عندك الرز محتاج شوية لبن بتزوديه. تمام. طبعا عندي فرن ساخن دخلته طاجن الرز المعمر يستوي. تمام. عندك بقى القارب بتاعي هحطه على النار، وهحط فيه معلقة من الزيت او شوية من الزيت كده ومعلقتين من السمنة. وبرش كده شوية ملح في القارب عشان الفراخ عندي ما تلزقش في القارب. تمام. واسيبهم يتشوحوا كده، وانزل بقى عليهم بعد ما يغيروا لون انزل عليهم بالبطاطس المتقطعة جوانح كده. وهحط عليهم كمان طماطم وبصلاية صغيرة وفصين من الثوم. واحط لهم مية سخنة، واول ما يغلوا معايا طبعا حط لهم ملح وفلفل ومكعب مرق. اول ما يغلوا معايا في على النار فوق كده قمت مدخلاهم تحت مع الرز المعمر. تمام. الرز المعمر معايا اهو استوى. بصوا بقى الشكل بيتقطع معايا كده يا جماعه خرط، بس يعني كمان مفلفل. بصوا بقى هوريكم الرز مفلفل قد ايه. بصوا الرز جميل ابيض، والطعم والريحة خطير. وكمان صينية البطاطس طلعت معايا من الفرن. انا زي ما قلت لكم بديلها غلوة كده فوق على البوتاجاز، ولما تغلى معايا اقوم منزلها تكمل سواها في الفرن. تبقى ليها طعم جميل قوي يا جماعة. ممكن تعملوها كمان في طواجن. بصوا بقى شكل الصينية جميلة جدا. الأكلة دي بقى زي ما بقولكم كده عزيزة على قلبي جدا. الله يرحمك يا ماما ويغفر لكي يا رب، ويجعل قبرك روضة من الجنة يا رب. تعالوا يلا نغرف مع بعض كده بقى الرز المعمر. انا بيطلع معايا بقى الخرطة بخرطته كده، وفي نفس الوقت برضو مفلفل معاه. وكمان صينية البطاطس انا بحب صينية البطاطس ديت احسن من اللي هي بصلصة، يعني بتبقى خفيفة جدا. اذا وصلتوا بقى يا جماعة الفيديو لغاية اللحظة دي ياريت تحطوا لايك وتعملوا شير وتعليقاتكم اللي بتفرحني طبعا. تعالوا بقى نبص كده. بصوا ان شاء الله فراخ واخده طبعا انا اديت لها وش تحمير كده تحت الشوايه. بصوا الرز مفلفل ازاي. معلقه السكر مع الملح بتعادل بقى الطعم كده، بيبقى لها طعم تاني خالص. والفراخ دايبه معانا اهي. جربوا الوصفه دي يا جماعه مش هتندموا. اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.